الشقة إيجار يا أستاذة أو الشقة في بيت عيلة، أتمكن ولا ما أتمكنش؟ طيب، أنا من رأيي طالما الشقة إيجار، خاصة لو إيجارها غالي، لو الشقة في بيت عيلة يعني ما عندكمش ناس تاني خالص ساكنة غير عيلته هي بس، خدي بديل نقدي، بلاش تتمكني من الشقة. ليه؟ لو انتي اتمكنتي والشقة صالحة والكلام ده كله، ساعتها ممكن متعرفيش تطلبي بديل نقدي لو معرفتيش تدفعي، لو معرفتيش تدفعي الإيجار، أو لو هما فضلوا بقى في الرايحة والجاية يسمعوكي أسوأ كلام، ساعتها انتي ممكن تتخنقي. فأنا عايزة أمشي، هتمشي، هنقفل الشقة، صعب إنك تاخدي بديل النقدي. عشان كده نصيحتي ليكي، لو انتي مش هتقدري على وجع الدماغ ده كله، خليكي في البديل النقدي. طب الشقة الإيجار يا أستاذة مش المفروض هو اللي يكون ملزم بيها؟ والمفروض إن الراجل بتاع الإيجار لا يعمل لك طرد وإخلاء، لا إما يرجع عليه هو بالإيجار. طب انتي برضك مش عايزة تمشي، فمش هيبقى قدامي غير إنك تدفعي الإيجار بدل جوزك أو طليقك عشان ما تمشيش من شقتك، علشان هو ممكن يضايقك أكتر